كتير يا جماعه بتفتكر ان عشان تبدا في اي حاجه لازم تكون طريق واضح من الاول. يا عم ندي مثال بسيط، انا لما جيت اتعلم انجليزي هل الطريق كان واضح من الاول؟ لا، انا قعدت الطريق اللي كان قدامي بس باين ان انا اروح انزل التطبيق ده واكلم الاجانب. رحت قعدت اتذلل عليهم، كنت بكلم هنود ما بيعرفوش يتكلموا، وبعدين بقيت اكلم ناس من امريكا، وبعدين بقيت اكلم ناس من الصين، بعدين ايه ده، طب ما اتعلم اكتر. لقيت فعلا ربنا فتح لي طريق تاني، ورحت اتعلم من على اليوتيوب قناه ابراهيم عادل، فلقيت ان الموضوع فعلا نفع معايا. عملت ايه تاني؟ ربنا فتح لي الطريق ان انا اعمل فيديوهات بالانجليزي، بمارس اللغه، كنت بكلم نفسي في المرايه فاهم، لحد ما بقيت اتكلم، لحد ما بقيت اكتب في نفس الوقت. دلوقتي انا بعرف اتكلم شويه عبري، وبعرف اتكلم بتعلم الصيني. فكره انك لو استنيت تبدا مش هتعرف تبدا، لان اول حاجه مفيش ظروف مثاليه، دايما هتلاقي عقبات. لو بدات ربنا هيعينك، ربنا بيقولوا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لازم انت تعطي الاول وتجاهد وتدي انت الاول مجهود من ربنا، مجهود منك، عشان ربنا يشوف المجهود ده ويبدا يكافئك عليه.